ده مش فحم، ده بديل للاكتيف سويل. بيغذي النبات ويحفز الجذور، يثبت البي اتش عند 6 ويقلل الهاردنس بتاعة المية فيخليها مناسبة للكريستال شريمب وأي حاجة بتحتاج بي اتش قليل. حطيت طبقة منه في الحوض من تحت فوقيها الرمل أو الجرش اللي هزرع فيه. دي النباتات بتاعتي. قبل ما أبدأ إني أزرعها هحط شوية مية في الحوض وبعدين هبدأ إني أوزعها في الحوض كله. المفروض إن السماد ده هيخليني أستغنى عن التسميد السائل، وكمان هيكون مناسب جدا للنباتات الهاي والميديوم. فلو حد كان عنده أي نبتة واجه معاها مشاكل ما كانتش بتكبر عنده كويس ممكن يقول لي في الكومنتات ونجربها سوا ونشوف النتائج بتاعتها. بعد ما عملت الحوض حطيت الفايتر بتاعتي لأن المفروض إنها بتحب البي اتش القليل والمية السوفت، وكانت نشيطة جدا ما شاء الله وأكلت على طول ما كانش فيه أي مشاكل. لو مهتم إنك تشوف باقي نتائج التجربة دي فما تنساش تعمل لايك وفولو للبيج وتشوف الفيديوز بتاعتنا وترشح لي النباتات اللي قلنا عليها.